حتى واحد فينا ما فايت ليه تفرج في شي فيلم او لا قرا شي كتاب او لا روايه وما خلاوش فيه اثر كبير بزاف مستمر لمده طويله من بعدها. يقدر يكون اثر ايجابي او لا سلبي على حساب 100%. هذا الشيء طرا معك على الاقل واحد المره في حياتك، وهذا هو اللي كيتسمى بسحر السرد القصصي. وهو من افضل وانجح الطرق اللي يمكن ليك تعلم وتلهم بها الاخرين، حيث كتخليك دير روابط بينك وبين الاشخاص اللي بالقصه وبين الافكار اللي كتساهم في توحيد البشريه. الشعور ديال الارتباط والاحساس بالشخص الاخر ماشي هي المنفعه الوحيده اللي غادي تاخذها، فراه بزاف ديال القصص المعبره بها بزاف ديال الدروس والمعاني المختلفه اللي كتخليها تكون طريقه فعاله باش توصل كاع الافكار المعقده باسلوب بسيط وسهل وممتع في نفس الوقت. هادشي علاش اليوم جبت لكم 6 ديال القصص القصيره والمعبره والملهمه مع العبر المستفاده منها اللي غادي تعلمك دروس قيمه اللي يمكن ليك تستافد منها في حياتك كيف ما كان داكشي اللي كدير. هادشي علاش جيب المشروب ديالك المفضل وجلس في شي بلاصه مكالميه واسمع عليه مع راسك. اول قصه مترو بينك وبين الذهب. بواحد الحمله ديال التقلاب على الذهب، كان واحد الراجل ساكن بولايه كولورادو لشهور وهو كيقلب على الذهب، ولكن من بعد قرر انه يحبس من التقلاب حيت ما لقى والو، والتقلاب ولا كيجيه صعيب. هادشي اللي خلاه يبيع كاع الدوزان والادوات اللي كان كيخدم بها لواحد السيد اخر، وهو صافي حبس من الخدمه. لكن سيادنا الراجل الجديد اللي بدا كيقلب استعان بواحد المهندس متخصص واللي قال ليه باللي الذهب كاين على بعد مترو من البلاصه فين كان كيقلب السيد اللي باع ليك الدوزان. وهذا الشيء اللي كان المهندس عنده الحق والسيد لقى الذهب. هذا الشيء اللي كيعني السيد الاول كان بعيد بمترو على الثروه. العبره المستفاده من هذه القصه، فاش الامور ديالك كتكون اكثر صعوبه حاول تستمر وتصبر. بزاف ديال الناس كيفقدوا الامل وكيوقفوا على السعي مورا الاحلام ديالهم حيت الامور ولات صعيبه وصافي. وداك الشيء اللي ما عارفينوش هاد الناس هو انه يقدر يكون قرب بزاف من تحقيق الاحلام ديالهم اكثر ما كيتصوروا، وكون غير حاولوا شويه باقي كون نجحوا بكل تاكيد. ثاني قصة، الوقت ما عمرو كيفوت. بالربعينيات د القرن الماضي كان واحد الراجل شارف في عمره 65 عام كيعيش في واحد الدار صغيرة وكياخد واحد الصالير زهيد بزاف اللي هو 99 دولار للشهر اللي كيجي من الصندوق ديال المعاونة، وما كان عنده والو من غير ديك الدار الصغيرة وطوموبيل قديمة. بواحد النهار قرر وخد القرار ديالو باللي الوقت ديال تغيير الحياة ديالو صافي وصل. هو في عمره 65 عام وبدا كيفكر في داكشي اللي يمكن يقدموا الناس وغادي يعجبهم. واول حاجه فكر فيها هي الوصفه ديالو الخاصه ديال الدجاج المقلي واللي كيبغيوها كاع الافراد العائله ديالو والاصدقاء ديالو. الراجل العجوز قرر وخرج من الدار ديالو بولايه كنتاكي بامريكا وبدا مسافر بكاع الارجاء ديال امريكا باش يلقى شي مستثمر اللي غادي يشري منه الوصفه ديالو المميزه، وعرضها على بزاف ديال المطاعم وفابور وطلب منهم ياخذ غير نسبه قليله من الارباح اللي غادي تجي من البيع ديالها. ولكن للأسف العرض ديالو ترفض من كاع المطاعم والمستثمرين اللي تلاقى معاهم، وكان العدد ديال المطاعم اللي رفضوا الوصفة ديالو 1009 مطعم. وعلى الرغم من كل هذا الرفض فالراجل العجوز قرر يستمر وما يستسلمش وبقى مؤمن وتايق في راسه وفي الوصفة ديالو السرية. وأخيرا فاش وصل لمطعم رقم 1010 قدر ياخد الموافقة. واش عرفتي السمية ديال هذا الراجل العجوز؟ هو الكولونيل هارتلاند ساندرز، مول وصفة الدجاج المشهورة كنتاكي أو لا KFC المشهورة. العبارة المستفادة صراحة كاينين بزاف ديال العبر والدروس من هذه القصة. أولا خاصك تعرف باللي الوقت ما عمره غادي يفوت، وما عمره غادي يفوت على تحقيق النجاح بحياتك. بالمجتمع اللي بالعادة كيحتفل غير بنجاح الشباب فكتشك وكتقول مع راسك محال باقي ننجح إلا وصلت لواحد العمر محدد. لكن كيف ما شفتي الكولونيل هارتلاند ساندرز أفضل وأقوى دليل باللي هاد الهضره ماشي صحيحه. ثانيا ما عمرك تقلل من القوه ديال الاصرار والمثابره. خاصك تحافظ على ثقتك براسك وتامن بداكشي اللي عندك باش يامنوا بك الاخرين. تجاهل وما تديهاش في اي واحد كيقول لك لا، واستمر في المحاوله حتى يجي الفرج وتنجح.
ثالث قصة، النقود القذرة. بخلال واحد المحاضرة، واحد المتحدث مشهور ومرموق خرج واحد الورقة نقدية من الجيب ديالو قيمتها 20 دولار، وسول الناس الحاضرين شكون باغي هاد الورقة النقدية. كلشي هز يديه بدون استثناء. اوكي غادي نعطيها لشي حد فيكم، ولكن قبل شدها وكمشها مزيان وسولهم عاوتاني شكون باقي بغاها. ومرة اخرى كلشي هز يديه عاوتاني. المتحدث شد ديك الورقة النقدية ولاحها بالارض وهفط عليها برجليه وهزها مرة اخرى من بعد ما توسخات مزيان، وسول بالمرة الثالثة الحضور واش كاين باقي اللي باغيها دابا. وكلشي هز يديه عاوتاني وهو يبتسم قبل ما يقول بكاع هادشي اللي درت لهاد الورقة النقدية، واخا هكاك نتوما باقين باغينها حيت القيمة ديالها باقا هي 20 دولار. فهكا خاصكم تكونوا حتى نتوما. العبرة المستفادة في بزاف ديال الأحيان الحياة كتكون قاسية علينا لدرجة كتخلينا نحسوا باللي حنا بلا قيمة، كنتعاملوا مع الظروف الخايبة وكناخذوا قرارات خايبة، ومن بعد كيتحتم علينا نتعاملوا مع الأثر والنتائج ديالها. ولكن كيف ما كان داكشي اللي كتدوز منه فقيمتك كتبقى هي. انت عندك واحد الحاجة خاصة اللي غادي تقدمها للعالم وما يمكن حتى واحد يكون بلاصتك. رابع قصة، يا لها من مضيعة. كيتقال باللي واحد الناقة اولا واحد الجمل كان جالس مع الصغير اولا الطفل ديالو تحت الاشعة ديال الشمس، وفجأة الصغير سول الام ديالو علاش عندنا هاد الصنام اولا الحدبة فوق ظهرنا. الناقة سكتات اللحظة باش تفكر وقالت حنا كنعيشوا في الصحراء اللي ما فيهاش بزاف ديال الماء، فهاد الصنام اولا الحدبة كتخلينا نحتفظوا ونخزنوا الماء اللي غادي يخلينا على قيد الحياة برحلات طويلة. سكت الصغير اللحظة وعاود قال وعلاش عندنا رجلين كبار والحوافر ديالها دايره. جاوبات الام باش تخلينا نتمشاو في الصحراء بسهوله وبكل سلاسه. ومع سالات الام من الهضره ديالها سولها الصغير سؤال اخر، وعلاش عندنا رموش كبار يا الله. وجاوبات الام مره اخرى بكل صبر ولباقه، الرموش ديالك طويله كتحميك من الرمال والعواصف الرمليه القويه والرياح اللي كتضرب بالصحراء. واخيرا من بعد تفكير طويل لحظات قال الصغير للام ديالو الا كانوا عندنا كاع هاد الصفات والمقومات الطبيعيه اللي كتخلينا نتمشاو ونعيشوا ونترحلوا في الصحراء بكل سهوله وسلاسه، فشنو هي الفائده ديال البقاء ديالنا بحديقه الحيوانات؟ العبره المستفاده، المهارات والقدرات ديالك ما غاديش تكون ذات منفعه الا كنتي بالمكان الغلط. فيمكن ليك سمعتي على بزاف ديال الناس اللي خلاو الخدامي ديالهم والمسار ديالهم اللي فيه ربح كبير بزاف باش يجريو مورا تحقيق الشغف والاحلام ديالهم، وهذوك اللي كيحسوا بعدم الرضا في الوظائف ديالهم ولكن ما كيحاولوش يغيروا حتى حاجه في حياتهم. خويا وصاحبي، الا لقيتي راسك محبوس في واحد البلاصه اللي ما لاقيش فيها راسك وما فيهاش داكشي اللي كيناسبك، فبهاد الحاله خاصك ضروري ومؤكد دير واحد التفكير عميق وبحث في الذات ديالك باش تعرف على نقاط القوه ديالك اللي ربما غادي تضيعها غير هكاك في البلاصه فين كاين انت دابا. يقدر تكون وظيفه او لا مسار مهني او لا مسار دراسي او لا توجيه في الحياة أو لا علاقة مع شي شخص whatever. فكر على مستوى أكبر وخلي عقلك ديما منفتح على الأفكار الجديدة. خامس قصة، الاختناق. بواحد النهار واحد الدري صغير سول واحد الراجل حكيم على سر النجاح، ومن بعد ما سمع الراجل الحكيم لسؤال الطفل طلب منه يتلاقاو بالغد ليه في الصباح حدا ضفة النهار باش يعطيه الجواب. فاش وصل الغد ليه تلاقى الحكيم والطفل بالضفة ديال النهار وبداو غاديين داخلين لداخل ديالو حتى وصل لمستوى ديال الماء لعند نيفهم. بهاد اللحظة الراجل الحكيم دفع الطفل لداخل النهر بقوة وبدا الطفل كيقاوم باش يخرج من الماء، لكن الحكيم بقى مستمر وكيدفعو لتحت ديال الماء، والطفل مقاتل باغي يخرج من الماء حيت كيتخنق. وحس الطفل بواحد الحوته صغيره دازت من حداه وهي كتعوم، وهذا الشيء اللي خلاه يحاول بقوه اكبر يخرج من الماء. واخيرا الحكيم خرج الطفل من الماء. الطفل خدا واحد النفس عميق بزاف وسول الحكيم الطفل اشنو كنتي مقاتل على ودو فاش كنتي تحت الماء؟ وجاوب الطفل في البلاصه الهواء. ويقول لي الحكيم انت دابا كتعرف السر ديال النجاح، فاش غادي تكون باغي النجاح بنفس الرغبه باش كنتي باغي الهواء فاش كنتي تحت الماء، ديك الساعات غادي تنجح. العبره المستفاده، النجاح كيبدا بالرغبه المتقدمه باش تحقق شي حاجه اللي انت باغيها. الا كان الدافع ديالك ضعيف فالنتائج اللي غادي تحققها غادي تكون حتى هي ضعيفه. فكر مزيان في داكشي اللي بغيتي تحققه مزيان في حياتك وابدا وخدم عليه مزيان باش توصل ليه.
ما تخليش المحيط او العائله ديالك تاثر عليك او لا تاثر على الرغبه ديالك باش توصل للحوايج اللي باغيها انت. فالحوته كتحس بالراحه وهي كتعوم تحت الماء، فهاد الشيء ما غاديش يعني باللي حتى انت غادي تكون مرتاح وانت تحت الماء. سادس قصة، أحلام سعيدة. كانت واحد البنت صغيرة أسيادنا وواحد الولد صغير كيستمتعوا بالوقت ديالهم برا الدار مع بعضياتهم بواحد الليلة من الليالي الصيفية ديال العطلة. الولد ورى البنت مجموعة من الكرات الزجاجية الملونة، وبالمقابل البنت وراتو بعض الحلويات اللي خداتها بعيد الميلاد ديالها. الولد اقترح على البنت يتبادلوا داكشي اللي عندهم، هو يعطيها الكرات وهي تعطيه الحلوى. البنت وافقات وقبلات بكل سعادة وفرح، حيت الكرات كانوا زوينين وعجبوها بزاف. الولد عطى الكرات للبنت وخلى عنده غير وحده في جيبه، في حين البنت عطاتو كاع الحلوى اللي عندها وبلا ما تخلي راسها والو. في ديك الليله البنت نعسات فرحانه بداك التبادل وحلمات باحلام زوينه، ولكن الولد ما قدرش ينعس، حين بقى كيفكر وكيقول مع راسو ياك ما البنت ما عطاتنيش الحلوى اللي عندها كامله وخلات راسها شي حاجه منها، كيف ما دار هو بالكره اللي خلاها في جيبه. العبره المستفاده، الا ما كتعطيش كل ما عندك في العلاقات ديالك مع الناس الاخرين، الا ما كنتيش كتعطي كل ما عندك 100%، فراك ديما غادي تحس باللي الطرف الاخر حتى هو ما كيعطيش كاع داكشي اللي عنده، سواء كان صديق او لا شريك حياه او لا شريك عمل whatever. الا كنتي باغي العلاقات ديالك تبنى على الثقه فخاصك تكون عامل اساسي بها حتى انت. فالصدق والصراحه كيطوروا من الشخصيه ديالك. فاش كتكون صادق وصريح بالعلاقات ديالك فراك كتخلي الطرف الاخر يكون حتى هو صادق وصريح معك، والا ما كانش وما قدرش يكون صريح وصادق فراه من المؤكد غادي يطرى شي بلان اللي غادي ينهي ديك العلاقه وغادي يخليك تعرف باللي راك تستحق محسن. وبهذا سالينا الجزء الاول من الفيديو ديال قصص قصيره ملهمه ذات عبر قيمه. الا كنتي باغي الجزء الثاني ما عليك الا تخبط لايك وتكتب في كومونتير اييه وباي.